نعم صب القهوة يا ابو يمن وجابوا بخش من ريال، ما لكم فضل لا انتم. يكتب بكثرة لشخص سعودي يقول للقهوجي حقه يا ابو يمن صب القهوة، وهذه الكلمة عابرة وعادية ونقولها للأغلبية العمال وأي شخص يكون من الجالية اليمنية يجعله يا ابو يمن، ما فيها شيء، كلمة عادية ولا فيها أي إشكالية. نعم صب القهوة يا ابو يمن وجابوا بخش من ريال، ما لكم فضل لا أنتم ولا هو. تخيل إن واحد أصغر منك سنا وأكبر منك مقاما وأكبر منك قدرا يرد عليك وأنت بهذا السن وبهذا اللحية الذي لا احترمت لا لحيتك ولا كبر سنك ولا احترمت دينك ولا تطوعك ولا تدينك الذي مسوي نفسك أنك تدين. الشخص المتدين الصدق فيه رحمة، ما فيه أي كبر ولا غرور من الغرور اللي طلعت فيه في هذا الفيديو. احنا ما نزعلش من كلمة أبو يمن ولا زعلنا أنه قال قهوجي ولا أي شيء. الفيديو السابق طلع واعتذر وعرف على نفسه أنه غلطان، وأنت طالع الآن تقول نعم صب القهوة يا أبو يمن بخشم الريال. خشم الريال هذه لفها وزرقها ودخلها أنت عارف وين. لو جينا على الفلوس على ياب الحرام لا نشتريك ونشتريك 10 من أمثالك. أنت سلعة رخيصة لا تقدر بثمن، أنت شخص يعني حمام من حمامات السعوديين. أنا يمني متربي ومستحيل أطلع وأعم الشعب السعودي مثل ما أنت عميت الشعب اليمني. عم الشعب السعودي، الشعب السعودي شعب والنعم فيه. أنت بقايا هنود، بقايا بنقاي، مستحيل تكون سعودي أصل، لأن السعودي الأصل أو العربي الأصل مستحيل يستنقص بأخوه العربي مهما كان. خشم ريال، لا تشوف نفسك أنت لولا الضمان الاجتماعي كان ما عندك حتى ايش تتعشى، ما انت قادر حتى تدخل حفاضات ابنك لانك راكن على غيرك. مستحيل تشقى انت بعرق يبينك مثل ابو يمن، مستحيل. ما انت تربيت الا على احضان خدامات. انت ما انت عارف كيف الرجال عانوا، لا تمرجلت ولا خليت الرجال يعيشوا. بل هو يا ابو يمن خش بالكذاب، وكذاب ابوك. ابو يمن بيشتغل من عرق يبينه، لا هو بحاجتك ولا بحاجة ابو احد، ولا جاي يتطلب منك ولا اي شيء. جايزه من جايز اي واحد بيطلب الله. صحيح ظروف الزمن كانت علينا، ولكن عمر الشغل ما كان عيب. قهوجي ايش ما كان، اهم شيء انه شرفه مصان، وانه بيشتغل من عرق جبينه، وانه ما ينزل كرامة الاحد. فخلاص راسه فوق، انت اللي راسك تحت. بيستقوا على عمال، على مساكين، على ناس بيشتغلوا عندهم. أنت استقواك فقط على المساكين، على العمال فقط. صب القهوة يمن بخشم الريال، تكبر لا نشتريك ونشتري 10 من أمثالك، لكن إحنا مستحيل نشتري السلع الرخيصة.